في سؤال ظريف قوي بيجي لي من بعض الناس يقول لي ايه؟ يقول لي يا دكتور اعمل سعر المنتج بتاعي كام؟ اعمله غالي ولا اعمله رخيص ولا اعمله زي المنافسين ولا اعمله ازاي بالظبط؟ طبعا قصه البرايسنج قصه كبيره قوي وانت بتسعر، لازم تاخد بالك، وهي مش مبنيه على ان انت تسعر كده على جنب وخلاص، هي مبنيه على خلي بالك. فاكر لما اتكلمنا قبل كده عن الاس تي بي، مين السيجمنت ومين التارجت بتاعك وشكلهم ايه؟ ده مهم جدا جدا قبل ما تيجي تغلط وتقول اعمل المنتج بتاعي ازاي. ومهم قوي بقى تعرف حاجه مهمه، ايه هي؟ لما تيجي تعمل برايسنج لازم تاخد بالك من الكلمه دي، 4 سيز، 4 سي لازم يكونوا في دماغك وانت بتسعر المنتج بتاعك. ايه هم ال4 سي؟ اول سي منهم هي الكوست، هو المنتج ده واقف عليك بكام؟ ما هو طبيعي انك مش هتعمل سعر منتج اقل من تكلفته، فلازم تعرف الكوست كام. سي هو مكلفك 50 جنيه، يبقى لازم يكون السعر اكتر من 50 جنيه، فاول عامل بحطه هو عامل الكوست، السعر كام. تاني سي معايا اللي هي ايه؟ الكامباني اوبجكتيف، هو انت عايز ايه من نزولك للسوق؟ تلم بسرعه جدا وتوصل للبريك ايفن في 3 شهور، ولا انت مستعد تعمل انتشار وتعمل سعر بسيط بحيث ان انت تدخل على ماركت كبير حتى لو ياخد منك وقت؟ انت ايه هدفك؟ عايز تجيب ريفينيو امتى؟ السي الثالثه ودي مهمه قوي، الكاستمر، وده اللي اتكلمنا عنه قبل كده. هو الكاستمر افوردابيلتي عامله ايه؟ يقدر يدفع لغايه كام؟ حتى لو كنت انت حسبت الكوست والكامباني اوبجكتيف، طالما الكاستمر اللي انت اخترته مش هيقدر يدفع ويافورد ثمن البرودكت، ما تعملش البرايس ده، فلازم تعمل له برايس يكون متناسب مع الشريحه اللي انت اخترتها من الناس. واخر حاجه كومبيتيتور، ما ينفعش البرودكت بتاعك يبقى برودكت عادي جدا تقليد لكل الناس، ما فيش اي انوفيشن، وحضرتك عامل لي سعر اغلى من الكومبيتيتور، ده مشكله كبيره جدا. هتعمله مور يبقى مور، يعني هتعمله مور برايس يبقى في مور بنفيتس، يبقى في حاجه يونيك سيلينج بوينت عندك. فانت بتقول الناس كلها بتتاخد 3 مرات في اليوم، انا مره واحده، فانا هعمل البرايس كده، ماشي حقك، انما ما يبقاش عندك ولا سيلينج بوينت واقل كمان من الكومبيتيتور وتعمله مور، تبقى كارثه في الماركتنج. مين اللي هنلبسها في الاخر؟ بنلبسها لبتاع السيلز ونقول له انت مش عارف تبيع، لكن احنا بصراحه كماركتيرز احنا اللي المفروض نلبسها. يا اما البرودكت هو في نفس الافرج بتاع السوق وبتعمله قريب من الكومبيتيتور، يا اما هو اعلى من الكومبيتيتور فبتعمله اعلى، يا اما بتعمل سيلينج بوينت اصلا للبرايس ان انت اقل من الايه؟ من الكومبيتيتور. فنخلي بالنا طالما هنعمل برايسنج لاي منتج، اولا ما نبداش السؤال بسعره، لازم نبدا نجيب الماركتنج بلان من الاول، مين الكاستمر بتاعك وايه الخطوات اللي عملناها في الماركتنج بلان، بلس بقى على ان ايه؟ حط قدام عينيك ال4 عوامل دول اللي هم ال4 سيز اللي اتكلمنا عنهم.